تخيل منتخب عربي يواجه الألمان في كأس العالم 2014، نسخة الألمان المرعبة اللي فازت على البرازيل 7-1 في أرض البرازيل وأنهت حلم ميسي المبكر بالفوز بكأس العالم. واجهت حصان أسود للبطولة، منتخب بأسماء متواضعة أغلبها محلية، لكن لولا الحظ لحصلت المعجزة. أهلاً، أنا سرداب. أريد أن أشكركم على تعليقات الفيديو السابق، وأيضاً عيد مبارك لكم. وحسب تعليق سابق رح نحكي على كيف وصل الجزائر ضد ألمانيا في 2014 كأس العالم. جهز شايك ويلا بينا. وعشان نعرف إيش القصة نرجع لكاس أفريقيا 2013. بص يا معلم، بعد ما الجزائر عدت ليبيا في تصفيات كاس أفريقيا 2013 بنتيجة إجمالية 3-0، دخلت البطولة وهي شايلة هم كبير جدا. يعني المنتخب ما كانش داخل نزهة، ده كان داخل وهو عايز يمسح إحساس الفشل اللي سبقها. والجمهور أصلا كان حاسس إن الفريق ده لازم يعمل حاجة، لأنه كان فيه أسماء تقيلة زي مجيد بقرة، عنتر يحيى، حسن يبدأ، كارل مجاني، سفيان فغولي، وإسلام سليماني، ومعاهم كريم مطمور اللي كان متكون كرويا في ألمانيا ولعب لفرايبورغ وجلادباخ وفرانكفورت وكايزر سلاوترن. لكن أول ما البطولة بدأت بعد انتصار المنتخب الكوت ديفوار والغدار إسلام سليماني طبعا وسفيان فغولي، سفيان اللي يوزع الجزائري والحرباوي يتمركز وصابر باوي ويمشي دراجة والحرباوي جول شاد الأمامي ومساكني راوغ والصاب لمساكني جول في الشباك حداله، في الشباك حداله، ما خطرتش على باله، ما خطرتش على باله. الجزائر اتلسعت من أول نفس. تونس خطفتها في الوقت الضايع بهدف يوسف المساكني. Встречающихся сегодня команд нужно побеждать для того, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф, на выход из группы D. Группа смерти, так ее нарекли изначально. Ниса пройдет в другом городе и на другом стадионе в Нелспрейте на Мбомбела стадиум. Отличный удар в ближний угол. Не он, то наверняка об этом поговорим и позже, потому что Эммануэль Адебайор выводит сборную Того вперед. Удар поворотом и снова Агаса. Но это великолепный матч в исполнении Коси Агаса. Вперед Гедиура, дальний удар. Ну вот кто берет на себя ответственность, это Адлен Гедиура. Сейчас она может пропустить второй мяч. Да, второй гол влетает в сетку ворот сборной Алжира. 2-0. Вот теперь это финальная точка в нашем... وبعدها توغو عملت المفاجأة وكسرت الجزائر 2-0، فبقت الجزائر أول فريق يخرج من البطولة، رغم أن المنافسة نفسها كان فيها كوت ديفوار المرعبة وقتها بأسماء زي ديدي دروجبا ويايا توري وجيرفينيو. وهنا بقى يبدأ الجزء اللي يخلي الواحد يقول يعني احنا فاكرين ان القصة انتهت؟ لا يا عم، ده لسه الفصل الأول. لأن الجزائر بعد الصدمة دي ما قعدتش تبكي على اللبن المسكوب، لكن بدأت تبني من جديد. كان واضح ان الفريق بين جيلين، ناس خبرة شايلة الهم تقيل، وناس جديدة لسه بتتعلم تمشي على رجليها وسط الضغط. ومهما اختلف الناس وقتها على الأداء، الحقيقة ان نفس المجموعة دي كانت بتتكون تحت ضغط خناق جدا. يعني مش بسهولة كده تلاقي منتخب يخرج من أفريقيا بالمنظر ده وبعدين يقف ويقول طب يلا نرجع نبني من الأول. دي كانت مرحلة لخبطة، لكن من النوع اللي بيطلع منه فريق لما الدنيا تتظبط. بعدها جت تصفيات كاس العالم 2014، وهنا بدأ الفيلم الحقيقي. متعود يرمي كرات عالية ممكن بابا تلقى بابا يا ريس، انت الرئيس يا ريس، انت الرئيس يا ريس. يلقي ضربة هذا الكرة ترجع للخلف ناحية لينغاري يرفعها. لم يقدر عليه بونكي، يتمكن كوتروي فخرج وسط المدافعين في الوقت بدل الضائع يسجل هدف قاتل. انطلاقه من فغولي مع اسلام، وصلته اسلام خطيره، اسلام يا اسلام يرجع لفغولي، اوبا الهدف جول 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 جول
اسلام يرجع الكره، ما زالت الكره في الوسط، لم يتمكن منها حسن، يبدا هدف ثاني بوركينابي. قلت لكم بانه في اي لحظه من لحظات المباراه شفت الركنيه من سفير طايدر. بابا جول 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 جول. قلت لك يا سفير يا طايدر، اول مره تنفذ ركنيه في المباراه وياتي الهدف الثاني. ستصدها يا مبولحي، ستصدها لو يسددها في الجهه اليسرى من هناك يا مبولحي. بونكير كاد يصدها، كاد يصدها، كاد يصدها رئيس مبولحي، صدها ولكنها كانت قويه ودخلت. نوع اللحظات اللي بتخلي الكرة تقسي على الجمهور وتضحك بعدها، لأنك تلاقي فريقك خسر وانت تقول لنفسك يا خبر كده انتهينا، لكن المنتخب رجع على بلده وبدأ يحضر لليلة البليدة كأنها ليلة حساب. وفي الإياب في البليدة القصة اتكتبت بحروف عصبية جدا. بابا 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 الحكم صفر، الحكم صفر، الحكم صفر. من اصحاب الزي الابيض التوزيع من هنا. ياسين ابراهيمي تنفيذ هذه المخالفه، يرفعها بالشكل اللازم في القائمه الاول بالراس. بابا جول 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 بكل اللغات، هدف بالعربي، بيت بالفرنساوي، جولاتسو بالايطالي، عولات بالتركي، دور بالالماني، ماكيسيو الجزائر كسبت 1-0 والهدف جه من مجيد بؤرة والنتيجة الإجمالية بقت 3-3، لكن الجزائر عدت بقاعدة الهدف خارج الأرض. يعني باختصار المنتخب اتخنق لآخر ثانية وبعدين طلع من النفق. تخيل إحساس الجمهور، الناس كانت خلاص عاملة نفسها كبيرة ومثقفة وبتقول إحنا عارفين إن بوركينا فاسو منتخب محترم وبيعمل مشاكل، وبعدين في آخر لحظة تلاقي الجزائر هي اللي داخلة كأس العالم. دي من اللحظات اللي بتخليك تحس إن الكرة فعلا عندها قلب تاني، قلب يعذبك الأول وبعدين يفرحك. والتأهل ده كان مهم جدا لأنه رجع الجزائر للمونديال بعد غياب طويل. وفي كأس العالم نفسه الجزائر ما دخلتش تهزر، المجموعة كانت مع بلجيكا وروسيا وكوريا الجنوبية، والناس كانت فاكرة إن الجزائر جاية تتعلم من الكبار وخلاص، لكن أول ماتش أمام بلجيكا كان واضح إنه مش هيبقى لقطة سهلة. كرة ممتازة من طلب الغلام، طلبها سوداني غلام، ضربة جزاء، بطاقة حمراء، جول 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 جول. هدف يسوي، هدف رائع للجزائر يا سفيان. مجيد مقرب الراس، جانبية. العودة الموفقة هنا من سفيان فغولي يصد هذه الكرة، رجعت لدبرين، دبرين حذاري من ايدن، حذاري من ايدن وحده، حذاري من ايدن وفي اللايني جول. حكم ما قال ولا شيء. يا مهدي يا مهدي انت تأخرت، راح الخطير، راح ايدن ازارو. بابا جول، بابا جول، جول كومباني. Franchir l'étape du huitième de finale, c'était déjà un objectif numéro 1 pour nous. ثم جمال مصباحي وصل لجابو، انطلقت الجهه اليسرى، سليمان يطلب يا جابو، توزيعه من سليو جابو، فغولي ابو ابراهيمي، التوزيعه في القائمه الثانيه خطيره، لا ابراهيمي، كره اولى صعبه للخضر من هناك، نفذ في القائمه الاول خطيره، نرجع للخلف مع عبد المؤمن جابو، تسديده بعدنا عنده الكره طلبها اسلام، هي توزيعه خطيره، سفيان يرجع لمجاني مرة ثانية طويلة لإسلام، وش بتسلل، راح إسلام، جول الله أكبر يا إسلام. قولي هاي ممتازة إبراهيمي جول، لا 10 مع المنتخب الجزائري، عبد المؤمن جابوا ركنية رائعة، جول يشارك اللاعب كله مركز على الجهه اليسرى، انطلق من هناك جابو، اسلام سليماني، اسلام جابو جول
يواصل المنتخب الجزائري. يا مجيد خلفك، 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 يا مجيد خلفك. ياسين راح يراوغ، ياسين يلعب لسفيان، سفيان ياتي عالمي عالمي. يقول بهذا الاداء جول. 4-2 كاملة. مباراة فتحت أعين العرب كلهم، لأن الجزائر لعبت بشراسة هجومية وسجل فيها إسلام سليماني، رفيق حليش وعبد المؤمن جابو، فصار الفوز الأول للجزائر في كأس العالم منذ 1982، وكمان أول مرة منتخب إفريقي يسجل 4 أهداف في مباراة مونديال. بعد كده مع روسيا يفتح مجال التسجيل لصالح كل اللاعبين الروس في منطقتهم. ياسين ابراهيم يرفعها الى جول 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 جول. يا اسلام الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا اسلام. قلت لك باننا نشم في رائحه الهدف. الجزائريون يعودون يعدلون ويفرحون. يا له من هدف يا اسلام يا اسلام يا اسلام. روسيا الجزائر مسكت أعصابها وسليماني ضربها برأسية خلت التعادل 1-1، وده كان كافيا علشان الجزائر تتأهل لأول مرة في تاريخها إلى دور ال16. يعني لو في منتخب دخل المونديال وعنده صوت فالجزائر وقتها كانت بتقول إحنا هنا. وبعدها جه يوم ألمانيا، اليوم اللي يخليك تقول يا جدعان دول مش قليلين. الجزائر لعبت ضد ألمانيا في دور ال16، والماتش نفسه كان مشهد كامل من التحدي. ألمانيا احتاجت وقت إضافي علشان تكسب 2-1، لأن الجزائر كانت تقيلة جدا في المرتدات، سريعة وبتطلع من تحت الضغط بشكل يخلي الدفاع الألماني مش في راحته. رويترز وصفت الجزائر بأنها تعرضت لهجمات مرتدة سريعة، وأن ألمانيا اضطرت تقاتل حتى الوقت الإضافي، وده بحد ذاته كفاية تقولك إن المنتخب الجزائري ما كانش ضيف شرف. أندري شورلا سجل أولا، وبعدها مسعود أوزيل قتل الحلم قبل النهاية بثواني، لكن عبد المؤمن جابو سجل هدف شرف متأخر خلى الناس تطلع من الماتش وهي حزينة لكن فخورة جدا. ودي كانت اللحظة اللي العالم كله وقف عندها. منتخب عربي وأفريقي صغير نسبيا، لكنه خلى ألمانيا نفسها تتعب لآخر نفس.